مش هتحتاجي تدوري على كورسات تخطيط تاني، لاني هقولك على اهم 5 حاجات انت محتاجاها. واول حاجه هي انك تبني عادات لصالحك. يعني محتاجه تركزي على العادات اللي انت بتعمليها في يومك وتشوفي اذا كانت بتضرك ولا بتنفعك، وتعرفي ازاي تغيريها لو كانت سلبيه وبتضرك، وازاي تستمري عليها وتطوريها لو كانت ايجابيه وبتنفعك. واللي هيساعدك تاني حاجه تفهمي نفسك وتكوني واعيه بيها، تعرفي ايه الدافع اللي بيحركك وبيساعدك تعملي وتخلصي اللي وراك. والاهم انك تعرفي ايه الحاجات اللي بتخلي مزاجك احسن وبتخليكي مبسوطه اكتر، علشان هي دي الحاجات اللي بتكون زي البنزين وبتديكي طاقه اكتر. لان الاهم هي الحاجة التالتة، انك تعرفي ازاي تديري طاقتك قبل وقت، لانك هتغلطي لو فضلتي تبصي على وقتك من غير ما تبصي على مؤشر الطاقة بتاعتك، وامتى بتكون موجودة وعالية وامتى بتخلص منك. والحاجة الرابعة مهمة قوي تكوني واعية بأفكارك ومعتقداتك، لأن كونك راضية عن حياتك أو لا فده بالفعل اتبنى على معتقداتك، وكمان اتبنى على الحاجة الخامسة اللي محتاجة فيها تعرفي طريقك اللي هتكملي حياتك وانتي ماشية فيه. وكل ده هنطبقه سوا ونعرفه في كورس نسختك الجديدة اللي مش هتحتاجي بعده أي كورسات تخطيط تاني. اكتبي في الكومنتات نسخة جديدة والحقي خصم 40% لأول 10 هيحجزوا. وبس خلاص.